السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من ميدو الملاعب. ربنا يحفظ فلسطين وينصر فلسطين يا رب، يحفظ أمهاتنا وأبائنا، بناتنا وولادنا، أخواتنا وأخواتنا. ربنا ينصر المقاومة الفلسطينية ويسدد رميها على كيان المرتزقة المجرم القاتل الغاصب للأرض من 75 سنة. اللهم سدد رميهم لحد رجوع الأرض واستعادة الأرض من كيان المرتزقة المجرم ده. يا رب تكون مع فلسطين يا رب. قولوا معايا امين وما تستهونوش بالدعاء، الدعاء بيغير الاقدار. فلسطين والمقاومه الفلسطينيه هم دول فخر العرب، وهم دول فخر الامه وشرف الامه. 2023 بتخلص، كل سنه وانتم طيبين. ليله راس السنه بعد بكره وهنبدا سنه جديده ان شاء الله نبداها على خير. 2023 بكل ما فيها حلو الحمد لله، كل ايام ربنا حلوه وكل سنين ربنا حلوه وكلها خير بامر الله الحمد لله. احداث كتير حصلت في 2023، فخلينا نبص مع بعض كده على حاجات منها انجازات عربيه ومنها ارقام وبطولات عالميه. انا هبدا في استعراض 2023 معاكم على المستوى العربي، لان زي ما قلت منها انجازات. لو بدانا مثلا عربيا بالالعاب الجماعيه، ما ينفعش ننسى ان مصر كانت بطلة افريقيا، في كرة الطايرة 2023 في البطولة اللي اتلعبت في القاهرة. لكن كمان واحنا بنتكلم على كرة الطايرة لازم نتكلم على انجاز عربي اخر مهم جدا، وهو حصول ليبيا على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة افريقيا كرة الطايرة، وتأهل ليبيا للمرة الاولى في تاريخها لكأس العالم لكرة الطايرة. وده انجاز عظيم جدا جدا جدا، انجاز ليبي وانجاز عربي بشكل عام لابد ان يفخر به كل العرب. هنروح من كرة الطايرة ل انجاز عربي اخر. خلينا برضه في كرة الطايرة ولكن على مستوى الاندية، لما نادي كرم بوسالم التونسي كسب بطولة افريقيا للاندية ابطال الدوري لاول مرة في تاريخه، برضه بالفوز على الزمالك المصري في النهائي 3-2. طبعا برضه انجاز عربي جميل ان احنا كعرب نبقى مسيطرين على كرة الطايرة الافريقية أندية ومنتخبات. من كرة الطايرة نروح لكرة السلة. على مستوى الأندية النادي الأهلي المصري كان بطل أفريقيا في كرة السلة بعد ما كسب بطولة البال في رواندا. والنادي الأهلي عمل موسم عظيم جدا على مستوى كرة السلة. كمان الأهلي شرف العرب بحصوله على المركز الرابع في كأس العالم للأندية لكرة السلة السوبر جلوب. كمان كان إنجاز رائع جدا لكرة السلة العربية. اروح من كرة السلة لكرة اليد واشوف انه النادي الاهلي المصري بطل افريقيا خامس العالم في كرة اليد على المستوى الافريقي وعلى المستوى الدولي. ده حاجه جميله جدا لكره اليد العربيه برضو، عشان كده انا بقول انجازات عربيه من الالعاب الجماعيه. لو رحنا بقى لكره القدم هنلاقي انه المغرب خدت افريقيا للمنتخبات الاولمبيه في البطوله اللي اتلعبت في المملكه المغربيه الشقيقه بفوزها على منتخب مصر في النهائي 2-1. ولكن برضو ما ينفعش ننسى انه منتخب مصر مع المنتخب المغربي شرفوا كرة عربية بإذن الله في أولمبياد باريس 2024 بعد حصولهم زي ما قلت على المركز الأول والثاني. كمان في كرة القدم النادي الأهلي بطل أفريقيا، حقق البطولة المرة 12 بعد فوزه على الوداد البيضاوي المغربي. البطولة خدها في الدار البيضاء، طبعا كلكم فاكرين الماتش ومش هندخل في تفاصيله كويس. ولكن الاهلي كمل انجازاته كالعاده زي ما معود كل جمهوره، وحصل على برونزيه كاس العالم للانديه اللي هي كانت الاسبوع اللي فات يعني. في حاجه جميله جدا لكره القدم العربيه. الالعاب الجماعيه كان فيها نجاحات كبيره السنه دي في على المستوى العربي بتكلم.
نروح للألعاب الفردية علشان ألاقي أيوب الحفناوي بطلنا العربي التونسي والسباح العظيم بياخد أفضل سباح في العالم عن عام 23، ويتواجد ويتواجد في باريس إن شاء الله 2024 في الأولمبياد. كمان عندنا علي فرج ونور الشربيني بياخدوا أفضل لاعب وأفضل لاعبة سكواش عن عام 2023. طبعا دول علي ونور طبعا أبطالنا العرب من مصر في انجاز برضو رائع جدا. سيف عيسى بينجح وبيتواجد في بينجح بانه يكسب بطولة افريقيا ويصعد لاولمبياد باريس. كمان محمد خليل الجندوبي بطلنا العربي التونسي حقق البطولة الافريقية في وزن 170 كيلو وصعد لاولمبياد باريس. عندنا زي ما قلت انجازات كبيرة قوي. مصر تواجدت في 15 متواجدة في باريس في 15 لعبة، ودي حاجة عظيمة جدا، وإن شاء الله نشوف ميداليات عربية مصرية وغير مصرية. كمان عندنا البطل العربي القطري والرامي راشد صالح العذبة صعد لأولمبياد باريس بعد ما كسب بطولة آسيا في الرماية. كمان عندنا عزمي محلبة خد بطولة العالم بطل العالم، وعزمي محلبة وعبد العزيز محلبة الاثنين اخوات خد افضل لاعب في العالم، وفي تصنيف افضل لاعب في العالم كان عبد العزيز محلبة رقم 3 على العالم. عندنا كمان ارقام مهمة جدا في الخماسي الحديث، بنتكلم في احمد الجندي، وبنتكلم في خماسي اللي هو خد افضل لاعب في العالم، وبنتكلم في انه الاتحاد المصري للخماسي الحديث او منتخب مصر للخماسي الحديث خد افضل منتخب في العالم كمان عن سنة 23. ان شاء الله يشرفونا في باريس ونشوف ميداليات عربية مصرية، وزي ما قلت ميداليات عربية بشكل عام من اي بلد عربي. اي انجاز عربي يسعدنا. طبعا ما اقدرش اقفل الانجازات العربية وكلامي عن الانجازات العربية وانسى حاجة مهمة جدا، انسى حلا القاضي بطلتنا العربية الفلسطينية اللي حققت انجاز عظيم في الجودو. يمكن انا عملت حلقة كاملة عليها. حققت انجاز عظيم جدا وخدت برونزية دورة الالعاب الاسيوية، فمليون مبروك طبعا. واي حاجة من فلسطين العربية احنا بنسعد بيها. نروح بسرعة كده على احداث عالمية حصلت. طبعا اهمها فوز مانشستر سيتي بالتشامبيونز ليج وفوزه بكأس العالم للأندية، ده على مستوى كرة القدم يعني. كمان نابولي اللي رجع نور من تاني بعد 30 سنة، النور قاطع، رجع نور من تاني نابولي واستعاد لقب الدوري الإيطالي وحقق البطولة أخيرا بعد أكتر من 30 سنة. طبعا في ألمانيا لا بقى الحال كما هو عليه، بايرن ميونخ البطل. في انجلترا مانشستر سيتي. في اسبانيا برشلونة استعاد الدوري تاني ورجع لمنصة التتويج. يعني كلها احداث زي ما بقول بنستعرضها بسرعة مع بعض كده. لو رحنا في الرياضة العالمية للألعاب الجماعية بعيد عن كرة القدم، هنلاقي انه ألمانيا خدت كأس العالم لكرة السلة بعد فوزها في النهائي اللي هي اتلعبت في سريلانكا، بعد فوزها في النهائي على او في الفلبين انا اسف، بعد فوزها في النهائي على صربيا 82-77. بالمناسبة كان ماتش عظيم جدا انا فاكره يعني. هي دي باختصار الاحداث اللي حصلت في السنة او اهم الاحداث الرياضية اللي حصلت في السنة. يا رب اكون عرفت بس يعني استعرض كل الاحداث، ويا رب ما اكونش نسيت حاجة. ولكن اهم ما في السنة بالنسبة لي انا فلسطين والمقاومة الفلسطينية وشعب فلسطين. ادعوا لفلسطين، ربنا يحفظ فلسطين وربنا ينصر فلسطين يا رب على كيان المرتزق المجرم القاتل الغاصب للأرض من 75 سنة. كل سنة وانتم طيبين، سنة سعيدة عليكم. كده أكون وصلت معكم لآخر الحلقة. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم وأتمنى يكون موضوعنا لإعجابكم. أترككم في رعاية الله وأمنه وحفظه وسلامته، على نلقاكم في حلقة جديدة من ميدو الملاعب. عاش العرب، كل العرب، عاشت فلسطين حرة عربية أبية لكل العرب وبكل العرب.